لا نحقق الأعمال بالأمنيات، إنما بالإرادة نصنع المعجزات. هكذا فعل صاحب ال 59 عام مواليد 22 نوفمبر 1963 في مدينة بورج بوريج بالجزائر الشقيق. عموما مدرب سوستارا، مدرب الحمراء، مدرب اتحاد الجزائر، مدرب اتحاد العاصمة، حقق معهم أول لقب قاري في التاريخ، بطولة الكونفدرالية الموسم المنقضي. وسبحان الله حقق تاني لقب قاري على حساب مين؟ زعيم القارة وأول سوبر في التاريخ لاتحاد العاصمة، حقق الفوز على الأهلي المصري بهدف من ضربة جزاء. عموما مليون مبروك من الأعماق وشابوه لعب حق بن شيخة. سبحان الله المدرب ده قال لك في تصريحات قبل الماتش لن نهاب الأهلي على الإطلاق. الماتش 50-50 يا عزيزي، 50-50. مش كده كمان وبس، قال لك سنقاتل حتى الرمق الأخير في الماتش. وقال لك كما قال محمد العنقي: لا يشالي ولا يشاور ولا يشارك في وقت الحرب وفي يوم الحرب إلا من كان معلم. يا باشا شابوه المعلم عبد الحق بن شيخة. عموما فشل الأهلي المصري في تعزيز الرقم القياسي ليه كالأكثر تتويجا ب8 ألقاب في السوبر الأفريقي، والوصافة الزمالك 4 ألقاب. الأهلي المصري يخسر أول لقب سوبر في التاريخ، وهو مشارك في البطولة بصفته بطل لدوري الأبطال. من قبل خسر 2015 أمام الوفاق لما كان بطل للكونفدرالية، و94 أمام الزمالك لما كان بطل لكأس الكؤوس. مارسيل كولر ثالث مدرب في التاريخ بيخسر مع الأهلي السوبر الأفريقي. فشل كولر في ان هو يحقق الثنائيه مع الاهلي المصري، دوري الابطال وكاس السوبر. وفشل كولر في تحقيق اللقب السادس له مع الاهلي المصري. الاهلي المصري فشل في الضغط على الريال، فشل في الضغط على ريال مدريد في الالقاب القاريه. الريال في المركز الاول 29 لقب قاري، والاهلي توقف عند ال 25 لقب قاري. الاهلي المصري سبحان الله على حسابه تحقق أول لقب في التاريخ للسوستارا الحمراء اتحاد العاصمة سوبر أفريقي. عبد الحق بن شيخة شابوه، قدم ماتش باقتدار. أسامة بن بوط حارس ولا أروع وحارس مخضرم وله مستقبل بارع ومستقبل كبير. 5 تصديات في الماتش، كان عامل فارق في الماتش لمصلحة سوستارا. منهم تصدي رضا سليم ولا أروع ونقطة تحول في سير الماتش، يستحق رجل الماتش بمعنى الكلمة. كان جدار بمعنى الكلمة والله العظيم. عموما مليون مبروك من الأعماق للأشقاء في الجزائر والاتحاد العاصمة والعبد الحق بن شيخة، وهارد لك من الأعماق لجمهور النادي الأهلي العظيم. دمتم في أمان الله.